زي ما انت عايز، الزمالك ياخد الدوري اجري زي ما انت عايز، بس يعني ما نتمسكش بكلمه ان الجمهور ما فيش عليه كنترول. انا موافقك، انا ما اقصدهاش بالمعنى ده. انا عايز اقول لحضرتك حاجه صغيره جدا عشان اوضح بس الصوره. لما حضرتك هتيجي تقعد تتكلم معايا وعايز نسمعك، هل انت هتبقى جاي بتكلمني لا اصل انت الجمهور لازم ما يتكلمش، ولا انا لازم ابقى ماسك كل العناصر اللي موجوده اللي بتؤدي للاثاره؟ انا كموقع لو طلعت قلت لسه يا جماعه من فضلكم ما تشتموش حسام وابراهيم حسن، ما حدش هيسمعني. نعم، ما حدش هيسمع لي. ليه؟ لان انت مش شايف هو بيحصل ايه الناحيه الثانيه. الناس عندها حاله الاحتقان للركب، مفيش حد شايف قدامه دلوقتي من حاله النرفزه اللي موجوده. يعني انت رايك انه المبادره زي ما حسام عمل مبادره كويسه، كان ابراهيم يكملها، كان ده ممكن يهدي الجو شويه. مطلوبه جدا، كانت مطلوبه جدا جدا جدا. طيب هل توافق على هذا الكلام يا اسامه، ولا شايف انه لا ده هو ابراهيم زي ما بعض الزملكاويه بيقولوا اخيرا الزمالك بقى في واحد بيدافع عنه، مع انه كتير جدا بيقولوا لا ده ما عملش دفاع للزمالك، بالعكس ده عمل لنا ازمات كثيره جدا، اكبر كم من الغرامات ومن العقوبات، لان الناس مستفزه، فبيحصل خروج عن المألوف، حصل اللي حصل في الافريقي، رغم انه تتذكر انه هنا في البرنامج عملنا حلقتين جبنا سلوك حسام وابراهيم يوم الافريقي، واعتقد احنا برأناهم، ولا اخفي سرا انه الشريط ده اتطلب من جهتين واحنا بعتناهم الحقيقه، وكان لهم دور مهم، رغم ان احنا بنهاجم بعد كده من بعض الناس داخل الزمالك، لكن احنا بنلتمس لهم العذر. يعني شايف انه هل ده صحيح؟ هل كنتوا ممكن تكملوا في سكه انت بتشجع الزمالك وبتآزر الزمالك وعامل كل شيء للزمالك، لكنه خلينا بحته الاحترام والانضباط، واذا جت من المسؤول هتنعكس على المدرجات؟ اولا كابتن ابراهيم حسن مظلوم جدا. مظلوم. كابتن ابراهيم حسن واخد عاتق كبير ان هو يرد عن اي حاجه في الكوره. احنا ما عندناش اعلام، ما عندناش قناه بتهاجم، ممكن تهاجم او ناس تتكلم على الزمالك. اعلام الزملكاوي ضعيف، صوت الاهلي قوي جدا، فرق كبير قوي اعلاميا بيننا وبين الاهلي. فابراهيم حسن هو اللي بيتكلم، فدايما هو اللي في الصوره بيتكلم كتير، الناس بتحاول تتصيد له اخطاء او بيبان ان هو بيغلط. بس ابراهيم حسن مظلوم جدا، عليه ضغط جامد، عليه ضغوط من ناس كتير، وهو مطلوب ان هو يتكلم. هو امبارح قال ان هو مش هيتكلم تاني. خلاص، وده حاجه كويسه، بس ابراهيم الناس محملاه كتير. تاني حاجه، مشكله الشتايم مش مشكله الاهلي والزمالك، ده مشكله اتحاد الكوره. شيكابالا بيتشتم بشتايم عنصريه، ما حدش بيتدخل بقاله كذا ماتش، وده هيوصل ان يعني انا متخيل ان ماتش الاهلي والزمالك الجاي ممكن تحصل مجازر بسبب المواضيع دي. بس معلش يا اسامه، انا عشان مضطر اقطع لحظه واحده. اتفضل. قصه العنصريه دي قصه غريبه جدا، يعني انا وانت عارفينها كويس جدا ان احنا ما فيش عندنا قصه بس يعني انت ما بتتكلم على واحد بلونه، ده يتسمى ايه؟ ده ممكن يتقال عليه غير عنصري. بص، انا عايز هنتفق ان في سباب لشيكابالا، انا معترض عليه، ما فيش خلاف ان احنا معترضين عليه، لكن ان احنا نقولها ان هي عنصريه، العنصريه دي اوضح، هي عنصريه ومش عنصريه. هي عنصريه لانك لما بتشتم واحد بلونه ده هتف عنصري، ده كلام محسوم. مش عنصريه لانه ده مش موجود في مصر، يعني احنا ما عندناش قصه الابيض والاسود والاحمر والأخضر. العنصريه موجوده في اوروبا، لانه في تفرقه ما زالت موجوده حتى في المجتمع الامريكي حتى الان ما بين الابيض وما بين الاسود. حتى في فرنسا كانت في ازمه كبيره جدا، وكان لوران بولان المدير الفني للمنتخب الفرنسي كان هيدفع الثمن منصبه، لانهم قالوا نقلل تواجد العرب والافارقه في المدارس الفرنسيه، المدارس الكرويه الفرنسيه دي عملت ازمه كبيره، وده دليل الناس دي متحضره. فهي عنصريه هناك، احنا ما عندناش في مصر ده، احنا ما بين في امرنا فرقنا انه البيت الواحد بتلاقي فيه الابيض والاسود والغامق والفاتح، لكنها هي على المستوى الدولي هي عنصريه. على المستوى المحلي بتفكيرنا هنا هي مش عنصريه، لكنه في كل الاوقات هي خطا، بل وخطا كبير. وبرضه ارجو مبدا السباب نفسه، مبدا السباب باللون. يعني انت مثلا اتكلم ان شيكابالا ما بيعرفش يلعب، انه متعب احسن منه، انه مش عارف، ده كل ده مقبول، لكن حته اللون ده غير مقبول. بس هي ترجع في حته شيكابالا لمساله ثانيه يا كابتن شوبير، ان هو الراجل يوم ما طلع غنى الاغنيه اللي بيشتم فيها جمهور الاهلي، انا مش متبني عيب وغلط، ما تلاقيش فيها الاهلي خالص. هي اللي واصله الناس، هي فيها اشاره للاهلي، لانه كمان معلش انا اسف انا اول مره اقطع كتير، لان انا بشترك معاكم في الحوار، لان الحوار ممتع وجميل. انه انا جالي تليفونات كتيره جدا من الاسواليه، هم بيقولوا انه كل سباب لشيكابالا سباب لينا، احنا بناخده لانه ده ابن بلدنا، رغم ان منهم كتير جدا اهلاويه، فده كانكم بتشتمونا احنا، فيعني ده نقطه مهمه. اتفضل. هم برضو كلمه محمد مهمه، انه ما انت برضو بتغني ضد النادي الاهلي وبتروح بتستفز الجماهير على النادي الاهلي، فما تخليك شيكابالا في الملعب. والغريب يا اسامه انه كثير جدا من جماهير الاهلي بتحب شيكابالا كلاعب كوره. ابو تريكه بعد جون جابه في نادي الزمالك عمل لجمهور اسكتوا، لجمهور الزمالك ما حدش شتمه. ده اللي انا بتكلم عليه يا كابتن. ده هو كان شتم قبلها. لا اللي انا بتكلم عليه يا كابتن احمد، انت عندك المسابقه بتدار بشكل سيء. لو عندك حزم يوم ما جمهور الزمالك يغلط، انا ما عنديش مشكله انك تعمل ماتش جاي بدون جمهور الزمالك، ونفس الكلام الاهلي. انما عندنا اتحاد كوره بيخاف، الناس اللي ماسكه ناس جبانه جدا، مش عارفه تاخد حق لاي حد. هل الخوف ده مدي جرأه للجماهير في المدرج؟
طبعا. انت ما يتقال لك شمروخ ولا شمروخين ولا 3 شماريخ. على فكره لو هنقول شمروخ مش مكروه، شمروخين مكروه، مش 3 مستحب. حرام. لا يعني موضوع شماريخ الناس كانت بتقول ان هو الاهلي والمصري كان مصري، تمام. بالظبط. انا مش فارق معايا اهلي ولا مصري، بس انت لو هتعمل لائحه ما ينفعش كل يوم تغير. لو انت عندك مش قادر تدير مسابقه وخايف من جماهير الاهلي او الزمالك ما تديرش. اعمل قواعد وطبقها على الاهلي والزمالك، الناس هتحترم نفسها. انما فكره الشتايم، انا وجهه نظري واحد شتم بلوني ده عنصريه حتى لو هو ما يقصدهاش، لان انت مش هتمشي غير شيكابالا وقاصد وبتشتمه بوالدته، ده انا ضد ده، واي حد ضد ده. ما ينفعش اشتم حد، ما ينفعش اتخانق مع حد. في الاخر احنا اصحاب، انا ومحمد بنتكلم مع بعض ساعات، بنقعد نتناقش، اقول له الاهلي كان النهارده احسن، ممكن نتكلم مع بعض في حاجات زي دي، بس مش هنوصل ان احنا نتخانق. تطلع ده على الموقع تبقى مصيبه. لا احنا ممكن بينا وبين نفسنا بنتكلم. احنا بينا ممكن وبين نعمل لكم زي زمان ونراقب التليفونات. احنا عندنا في الموقع انت ممكن تقول ان اللاعب ده لعب النهارده كويس. يعني في ماتش 2008 لما خدنا البطوله، و2006 احنا كنا بنحط صوره الحضر رغم ان كانت علاقته بجماهير الزمالك سيئه جدا. في مواقف معينه ممكن تتكلم عن لعيبه الاهلي وتشيد بيهم، مفيش مشكله. ده ساعه المنتخب طبعا، لان ده مصر. نعم. انا مثلا في لعيبه الاهلي انا بحب متعب، بحس ان هو لاعب جامد جدا وامنيه حياتي ان هو يجي الزمالك، بحبه يعني. بس فكره ان جماهير الاهلي فعلا بتعمد انها شيكابالا موجهه دايما ضد شيكابالا، لانها عايزه اللاعب يطلع عن شعوره وما يأديش كويس. نعم. هل حد عاقبهم؟ ما حدش عاقب. قصه انه اتحاد الكوره بيدي عقوبات ماديه على الجماهير، شايف انه ده مش فارق مع الجمهور والنادي بيدفع؟ انا مالي، انا كوميديه جدا. ايجابيه كوميديه جدا. اه يعني احنا بنضحك على بعض. 50,000 جنيه و60,000 جنيه، مين اللي هيوقف حاجه هو بيعملها عشان خاطر 50,000 جنيه و60,000 مش فارقه جنيه؟ وانا ما بدفعش حاجه من جيبي. بص يا كابتن شوير، اتحاد الكوره بعقوباته برضه من الاسباب الكبيره جدا الموجوده الحاله اللي احنا فيها دي. يعني هديك مثل صغير، يعني بنتكلم على واقعه شيكابالا وشتيمه الجمهور. في فرنسا كان في ماتش بين مارسيليا ومونبلييه. نعم. تاي تايول نيجيري في الفريق بعد الماتش قام مغني اغنيه مع جمهور فرقته بعد ما كسبوا، فيها سخريه من باريس سان جيرمان. صحيح. ساعتها الاتحاد الفرنسي عمل ايه؟ قال مش متسجل في التقرير ولا مش متدون ولا ما عنديش فيديو رسمي، من غير تفاهم. 20,000 يورو وايقاف ماتش، ولو كررت مره ثانيه ايقاف ماتشين. ده للعيب. ما عندوش بقى لا تقرير حكم ولا اصل كابتن فلان كان جوه بيحوش خناقه فلان وفلان، ما فيش حاجه. انا اصل 1 زائد 1 يساوي 2. يعني انا ممكن اعترض مع اسامه على فكره ان هو بيقول ان الاغنيه ما فيهاش حاجه على الاهلي. لو احنا عايزين نلف وندور على كل نقطه، يبقى لا انا هتعاقب ولا انت هتعاقب ولا اي حد هيتعاقب في الدنيا، هنعرف نفلفص من كل مشكله. انما لو احنا عايزين نواجه مشكلتنا ونحلها، هنحلها في لحظه. يعني انا ما اقدرش، يعني انا زي ما بقول لك جمهور الاهلي غلطان لما بيشتم كابتن حسام وكابتن ابراهيم، جمهور الاهلي غلطان لما بيشتم شيكابالا، مش هنختلف، ما اقدرش اختلف عليه، لكن ما اقدرش اقول لك لما غني الاغنيه اصله ما قالش فيها اسم الاهلي. احنا كده بنضحك على بعض. نعم. وبصراحه برضه يا كابتن فارق بيجي لنا احساس احيانا بتتفرج على الاعلام، تسمع المسؤول وهو بيتكلم، هو انت مقتنع باللي انت بتقوله؟ وتلاقي ان الضيف او سوري مقدم البرنامج اللي موجود قدامه اللي زي حالتي متجاوب معاه. فدي لا ما بصيتش على ما احنا كلنا مقدمين برامج. لا انت بتكلم بشكل عام. فهتديك احساس، طيب هو انت عايز تهدي الامور وخلاص ولا انت عايز تحل المشكله اللي موجوده؟ لو عايز تهدي الامور وخلاص هي مش هتهدى. يعني لو عايز نلف ونروح ونقطه يا مرة ما هتهدى وهنفضل موجودين في المساجد. اسامه، هل كان لكم دور في الحمله او بلاش الحمله، المسيره الزملكاويه اللي حصلت قدام اتحاد الكره؟ هل انتوا اللي نسقتوا لها؟ هل انتوا اللي طالبتوا بيها؟ وشايف انها كانت مسيره ناجحه؟ انا ما عرفته ان اظن بكره احتمال يجيبوا لكم حكام من تونس او في حكام افارقه هنا شغالين في دوره تحكيميه. شايف ان ده هيبقى افضل، انه ال7 مباريات القادمه للزمالك يبقوا حكام مش مصريين؟ ده هيدي للزمالك افضليه او بلاش افضليه، اسف، هيدي للزمالك نوع من انواع الحياديه اللي بيرغبها. لكن سؤالي الاساسي، هل انتوا دعيتوا الى الوقفه الاحتجاجيه قدام اتحاد الكوره؟ وهل انتوا كنتوا موافقين على الهتافات اللي اتعملت فيها؟ طب انا عايز ارد على محمد الاول. اتفضل، بلاك مطلق الحريه هنا. محمد اتكلم قال ان العقوبات، طب كابتن سيد عبد الحفيظ كل الناس قالت وحضرتك قلتها وكل ان هو زق الحكم او اعتدى على الحكم. انا ما قلتش زق الحكم، انا جبت كابتن سيد قلت له انت جريت في الدقيقه الحكم وقالوا ان انت دفعت، وهو كابتن سيد قال ان انا كلمته بقول له على الوقت او على البينالتي او حاجه زي كده. طيب كانت ايه العقوبه؟ ايقاف مباراه لكابتن سيد وغرامه. ابراهيم حسن عمل ايه بقى عشان مباراه وغرامه؟ عمل ايه؟ ما هو نفس المبدا، ما عملش حاجه، يعني ما اتكلمش. فكره ان العقوبات دايما على الاهلي مخففه، او ممكن يعاقب بقى الزمالك عشان يرضى الاهلي. شيكابالا توقف ماتش بدون سبب عشان جمهور الاهلي يرضى عن اللي حصل في ماتش الاهلي والزمالك، وعشان راح المنتخب. لو شيكابالا ما راحش المنتخب كان هم مجهزين ان هم هيذبحوه.
موضوع المجامله واضحه جدا للنادي الاهلي في حاجات كتير، يعني احنا ممكن نتكلم. هقول لحضرتك على موقف حصل وحضرتك كنت بتقدم استاد الحياه. ماتش الاهلي والاسماعيلي، الحكم عصام عبد الفتاح وحكم دولي وحكم قدير، ضربه جزاء للاهلي، انا مش هتكلم هي صح ولا غلط بس خلينا نقول انها صح. اتشاطت جت في العارضه كملها فلافيو. ده خطا. ازاي حكم زي ده خطا بيعيد ماتش زي ما حصل في تصفيات كاس العالم؟ هو ما اتكلمش. يعني لا اتشاطت، خبطت في العارضه ما لمستش حد، كملها فلافيو والجون صدها. هو اللي شاطت ضربه الجزاء وهو اللي كملها. لمست العارضه ما لمستش حد. بس هو كانت اتلغت خلاص، ما هو الجون مسكها. لا بس هو ما لغاهاش، هو كمل اللعب لانه خلاص ما هي ما دخلتش جون. يا كابتن. ايوه لو دخل جون ده خطا فني عاد ماتش في تصفيات كاس العالم. ماشي لو دخلت جون، هي ما دخلتش جون. ايوه بس تتحسب ضربه مرمى في الجون، ما يلعبهاش بالظبط زي تسلل ضربه جزاء يا كابتن، وضع مختلف. انا موافقك، لكنه هي طالما لم يعني ما اثرتش ما غيرتش من النتيجه فما فيش مشكله. انا فاكر انا ساعتها سالت عصام عبد الفتاح قال لي الجون مسكها فخلاص. ما ينفعش. لا ازاي ما تعاقبش يا كابتن؟ ازاي في حاجه زي دي ما تعاقبش؟ ده حكم دولي، ده خطا في تطبيق قانون. هو انا ينفع دلوقتي يضرب واحد اقول لك ده ما ماتش او ما تعورش فخلاص عدت؟ بص يا سامي، الكوره واضحه. النقطه دي فيها حاجه صغيره ان احنا لو وقفنا عند كل كوره فيها دي، انا بس عايز اوصل معاك لحاجه صغيره، ان احنا لو وقفنا عند كل كوره بالمنظر ده والله عمرنا ما هنلعب. مش كوره عاديه يا محمد. انا مش مختلف معاك بغض النظر عن دي، ما انا هقوم اقول لك ايه، طب وفاكر يوم ما طلع فلان وفاكر يوم ما ماتش. انا بتكلم ما حصلش انا بس حاجه. عايز اقوله ايه، ان احنا عايزين نحط كل حاجه في اطارها صح. يعني الكوره فيها عصبيه وفيها شد، انا متعصب، انا بحب النادي الاهلي لاقصى درجه، لكن نيجي عند مرحله ونقف ان خلاص اصل يوم ما حصل خلاص خلص كوره واتحسبت، الماتش خلص مكسب خساره. انما هنقعد نرجع من سنتين ونرجع نقول كابتن حسن شحاته الاوفسايد ونرجع نقول كذا. مش كل دي امور مش هتقدم ولا هتاخر، يعني مش دي الامور اللي احنا المفروض نكون واقفين عندها. محمد دلوقتي يقال انه النادي الاهلي جماهيره بتجهز لحمله جديده ضد شيكابالا، يقال ما اعرفش الله اعلم ام صح ولا، ويقال ان جماهير الزمالك بتجهز لحمله ضد عماد متعب. اذا والاعتماد الاكثر هيكون على المواقع، موقع عليه زيارات كثيره زي حضرتك او اقبال كبير زي حضرتك، موقع عليه اقبال كبير زي حضرتك، وبالتالي المرحله اللي جايه احنا الدوري هيخلص يوم 10 7 ده اذا اكتمل يعني، واحنا النهارده يعني فاضل لنا شهر. المرحله المقبله هتبقى صعبه جدا، فيها نوع من انواع الاستفزاز والاثاره. هل من الممكن انه نبدا من الان انتوا الاثنين، السؤال مشترك ليكم، انه بلاش الحمله ضد متعب، بلاش الحمله ضد شيكابالا، خلي الاولاد يلعبوا كوره، لان دول اذا كان المنتخب في فرصه المرحله المقبله فدول هيبقى عندهم فرصه، يعني طبعا. في اسماء كبيره هتخرج. خلينا نبدا باسامه، يعني شايف ازاي نقدر نوقف هذا النزيف؟ لان انت قلت ان ممكن الفتره الجايه تشهد، قلت لفظ صعب جدا مجازر، وانا يمكن بتحفظ عليه عشان دي في النهايه رياضه وفائز ومهزوم. بص يا كابتن، موضوع الشتايم ده في ايد اتحاد الكوره، انا ضد الشتايم وجمهور زمالك الحمد لله شعبيه الموقع ده كبيره بيقولوا الناس يا جماعه ما حدش يشتم، والناس بتقول كده ضد الشتايم. انا ما بحبش الاهلي او مش عايز الاهلي يفوز، بس انا مش هشتم الاهلي. قولوا لي ساعات، انا برضه عشان انا ما بقراش زي ما بقول لك بالتفصيل، يعني انه ايام الحكم كانت في الفاظ صعبه طالعه من بالنسبه للحدث. بس انا كنت هرد بس على سؤال الكاميرا ما جبتكش وانت بتعمل كده فحصل. هرد على سؤال حضرتك بس الاولاني كمان. اتفضل. الحمله اللي ضد اتحاد الكوره طبعا كنا موافقين عليها، بس مش احنا اللي دعينا عليها، اللي دعا عليها جروب للفيسبوك. على فكره انا مش ضد ده، يعني ان انت حمله ضد الاتحاد ده وجهه نظرك، وبالعكس بس في الاطار، يعني في ما كانش فيه شتايم يا كابتن. ما كانش فيه. لا هو كان الناس بتنتقد سمير زاهر وتقول له ارحل، يعني انت من النظام اللي فات انت قاعد ليه؟ انت ما عملتش حاجه للكره المصريه. وانا ضد ان هم كل شويه يقول لك ان المنتخب ناجح وسمير زاهر ناجح. طب فين بقيه الفرق؟ فين بقيه المنظومه اصلا؟ المنتخب فشل خلاص، يعني بعد ما كان ناجح وكان على النجاح دلوقتي فشل. وكمان في حاجه مهمه كمان معلش في النقطه دي يا كابتن، اما يبقى عندنا اعضاء مجلس اداره في اتحاد الكوره بداوا حياتهم في اتحاد الكوره بتزوير، هل ينفع ان هو انا اعتمد عليهم في الاداره؟ طيب كابتن الهواري لعب كوره فين؟ ما كان الشرط ان هو لازم عضو اتحاد الكوره يكون مارس رياضه في الفريق الاول. لعب فين؟ هو عنده 45 سنه اكتشف موهبه كره القدم وتأيد في نادي جولدي، لعب دقيقتين واعتزل وبقى عضو اتحاد كوره. ستف ورقه. هل ده تدليس؟ ستف ورقه. ايوه بس ده تدليس لو حصل في اي دوله، لو حصل في اي دوله فيها نظام. بقول لك ورقه متستف ولا مش عارف ايه، ستف ورقه يعني قانونا صح، يعني واخد بال حضرتك؟ بس لطيفه جدا. برضه حاجه جميله. ست ورقه ما تزعلش في حاجه، راجل عايز تدي دقيقتين وانت عندك 45 سنه احمد عثمان عمل كده، يعني انا بقول بالاسماء، يعني اذا كان خلاص هو الراجل اتسجل ماليش دعوه بقى، عنده يمكن زي راين جيجز مثلا متالق او بس ده بيلعب ستف. انا بقول ستف ورقه، وانا بقول لك الورق المتستف انا في مثل بس انا مش فاكره الحقيقه. بس خليني في سؤالي اللي انا عارفه، انه المواقع والجماهير الزملكاويه بتستعد لحمله ضاريه ضد عماد متعب ردا على حمله شيكابالا، صح ولا غلط؟
مش متعب، لان متعب لغايه دلوقتي احتمال كبير ما يلعبش كل الماتش. بس لو بس جماهير الزمالك اللي انا متوقعه بقى لهم كذا ماتش مطنشين، بس لما يحصل سبب لشيكابالا هيكون في رد، ده اكيد. شيكابالا النهارده، ما انت بتشتم نجم يا اخي شيكابالا.